في المطبعة رسمت بنت صغيرة عينيها كبيرة ونازلة منها الدمع. ابتدت القصة لما مارغريت خدت قرارها انها تاخد بنتها واللوحات اللي رسمتها وتسيب البيت. الكلام ده ايام الخمسينات كان غريب، لانه الست ما ينفعش تسيب البيت من غير اذن الراجل. ايام الخمسينات كانت ايام جميلة بس للرجالة، لانهم كانوا كل حاجة. مارغريت وبنتها في العربية رايحين مدينة جديدة عليهم وهيسكنوا فيها. مارغريت قابلت واحدة صاحبتها اسمها دي ان، قالت لها سيبك من جوزك القديم ده بقى من الماضي، وقعدوا يمشوا وقالت لها على الاماكن اللي لازم تزورها زي معرض الفن الحديث. مارغريت وبنتها في مدينة جديدة عليهم ومفيش حد يصرف عليهم. مارغريت بتعمل انترفيو، المدير قال لها احنا مفيش ستات كتير بيشتغلوا عندنا، انت جوزك يعرف انك عايزة تشتغلي هنا؟ قالت له لا انا اتطلقت، بس انا عندي بنت بصرف عليها، انا صح ما عنديش خبرة كبيرة بس ممكن تشوف لوحاتي. المدير اتفاجئ بجمال اللوحة وقال لها احنا مصنع اساس منزلي، انت متأكدة انك عايزة تشتغلي هنا؟ ردت عليه انها موافقة. مارغريت في اوقات الفراغ بترسم الناس في الشارع وبتاخد فلوس قليلة، وفي حد بيبيع لوحاته جنبها اسمه والتر. قال لها انت بتقللي من قيمتك ليه؟ انت تستاهلي فلوس اكتر من كده بكتير. وبعدها شاف توقيعها مكتوب ألبريك. في الخمسينات الست كانت بتكتب اسم عيلة جوزها بدل ما تكتب اسمها. والتر كان فاكر انها متجوزة بس قالت له انها اتطلقت. بعدها بيعزمها على العشاء، وفي المطعم فضل يقول لها عن باريس وجمالها وانه ساب مراته عشان يفضل في باريس ويبقى فنان، وقالت له نفسها تبقى زيه وتعيش على راحتها. قال لها انت بترسمي بطريقة جميلة وفريدة من نوعها. بعدها فاجئها لما قال لها انه بيحبها. هي اتفاجئت انه كل حاجة حصلت بسرعة وهو ما يعرفش حاجة عنها. وفي يوم جديد قدام المنظر الجميل ده مارغريت بترسم لوحة لبنتها، والرسمة قربت تخلص والبنت انتبهت ان والتر ما رسمش حاجة، اللوحة فاضية. ولما سألته قال لها انا بستنى الالهام. والتر سأل مارغريت ايه حكاية العيون الكبيرة؟ ردت عليه العين نافذة للروح. العيون هي الطريقة اللي بعبر فيها عن مشاعري. انا لما كنت صغيرة اتعمل لي عملية، بعدها كنت ما بسمعش، فضلت طرشة لفترة قصيرة، وعشان افهم الناس اللي حواليا عايزين ايه كنت ببص في عينيهم. والتر اعجب بكلامها اللي طالع من فنان حقيقي. بعدها بنشوف راجل بيسأل والتر عن العقارات. هي استغربت وسألته، قال لها انا كنت مكسوف اقولك، انا بشتغل سمسار عقارات وانا نفسي ابقى فنان، انا مجرد فنان مبتدئ. وفي البيت جاتها ورقة من المحكمة، طليقها بيطلب حضانة البنت والسبب انها ام غير مؤهلة، وطليقها كذب وقال انه ما عندهاش بيت وما لحقتش تكمل الرسالة. والتر بيقول لها تتجوزيني؟ اتفاجئت انه كل حاجة حصلت بسرعة. والتر قاعد يقنعها بكلمتين حلوين وانهم هيتجوزوا في هاواي. هي ما فكرتش كتير ووافقت لانها عارفة انها لما تتجوز هتاخد البنت، وده كان اهم حاجة بالنسبة ليها. مارغريت قابلت صاحبتها وورتها الصور. صاحبتها استغربت، اتجوزت بسرعة وقالت لها الراجل ده بيضحك على البنات باسم الفن. مارغريت دفعت عنه واعترفت انها طيبة زيادة عن اللزوم وبعض الاحيان غبية، بس والتر بيحب بنتي وبيعاملها كويس، وانا عارفة انا اتجوزت مين. لا واثقة من نفسها مش واخد بالك. والتر ومارغريت بيتعشوا في مطعم. والتر انتبه انه الحيطان فاضية واقترح على الراجل صاحب المطعم انه يأجره مساحة يعلق فيها اللوحات، واداله الحيطة اللي جنب الحمام. الناس كانت مش مهتمة، ولما في واحدة عجبتها لوحة والتر اتضايق، كان غيران لانها اختارت لوحة مراته وما اختارتش رسمته، وكذب وقال انه هو اللي رسمها. بعدها اتخانق مع الراجل صاحب المطعم لانه خلاه جنب الحمام، والصحافة نشرت الموضوع ده وجت مارغريت ودفعت الكفالة. والتر قال لها انا قلت للناس انه انا اللي رسمت اللوحة عشان ابيع اللوحة، ومارغريت زعلت وقالت له اوعى تعمل كده تاني. والتر رجع ياخد اللوح، قالت المطعم مليان زباين وانت هتبيع لوح اكتر، انا عايز اعمل معاك اتفاق نكمل التمثيلية وهو يبقى مكسب للطرفين. وكان في صحفي طلب من والتر يعمل معاه لقاء وهينزل في الجرايد. والتر رجع البيت بعد ما باع كل اللوح وجاب معاه فلوس كتير.
مارجريت بترسم، والتوقيع هيبقى اسم عيلة جوزها كين، لانها خايفة اذا كتبت اسمها محدش يشتريها لانها ست. الموضوع ده استغله جوزها اللي كان بيقول للناس انه هو اللي رسم اللوحات، وسمعها مارجريت اتضايقت انه بينسب الفضل لنفسه في اللوح دي. والتر بيبرر موقفه انه بيعمل خسروا اهلهم وبيتهم. الناس اتعاطفت معاه وبقى مشهور بين كل الناس، والناس بقت تشتري المطبوعات لانه سعرها رخيص مقارنة باللوح الاصلية. مارجريت اتجننت من كتر العيون الكبيرة اللي بترسمها، لدرجة انها تخيلت انه الناس في السوبر ماركت عينيها كبيرة، فقررت انها ترسم العيون بحجمها الطبيعي. وقالت لوالتر انه اللوحات بالاسلوب الجديد هتتوقع بالحروف الاولى من اسمها، لانها لو كتبت كين الناس هتفتكر انه والتر هو اللي رسمها. والتر اتجنن، انت عايزة تهدمي كل حاجة انا بنيتها؟ احنا هنخسر فلوس كتير. مارجريت قالت له ما تخافش، انا ما قلتش لحد اني انا اللي برسم كل حاجة، وطمنته ان الاسلوب الجديد هيكون باسمها، والاسلوب القديم بتاع العيون الكبيرة هيفضل ليه والتر كين. الصحفي صاحب والتر بيعمل مقابلة مع العيلة، ولما سأل مارجريت عن لوحتها والتر رد عليه بسرعة وقال له انت عارف انه اللوحات اللي بترسمها ست ما بتتباعش. والتر فضل يسكت مارجريت، وبعدها جت بنت اسمها ليلى، بنت والتر من مراته الأولانية. مارجريت سألت والتر انت ازاي ما قلتليش انه عندك بنت؟ رد عليها غريبة، انا قلتلك يلا مش مشكلة، انا رضيت ببنتك وما قلتش حاجة. مارجريت خايفة على بنتها عشان كده ما ردتش عليه. وفي المعرض بنشوف مارجريت قدام لوحتها، بس المشكلة انها ما عندهاش الموهبة انها تبيع، على عكس والتر اللي كلامه زي العسل وبيقدر يبيع بسهولة. ولما سألها واحد انت قصدك ايه بMDH، ردت عليه دي الحروف الاولى من اسمي، لانه الناس ما بتقدرش الفن اللي عليه اسم واحدة ست. والتر بقى مشهور عالمي، في ناس كتير بتتكلم عنه وعن لوحات العيون الكبيرة، وكمان بقى عنده فلوس كتير واشترى بيت كبير. وجت صاحبتها دي ان تزورها، صاحبتها شافت البيت الجميل اللي اشتراه. صاحبتها كان عندها شك انه والتر مش هو اللي بيرسم، ودخلت اوضه الرسم، ومارجريت حاولت تمنعها بس ما قدرتش، والشك عندها بدا يزيد. والتر اتخض لانها ممكن تكون عرفت السر، قام طاردها بره. والتر قال لمراته اوعى اشوف الست دي هنا. مارجريت كانت متضايقه لانها بتكذب على بنتها، وجوزها واخد الشهره كلها وهي محدش يعرفها. مارجريت في اوضه المخزن، وبالصدفه انتبهت على صندوق خشبي مكتوب عليه اسم سينك، ولقت جواه لوحات. والغريب في الموضوع انها اترسمت بنفس الاسلوب بتاع والتر، وراحت تشوف واحدة من لوحات والتر، والمفاجأة انها لما قشرت اسم كين ظهر تحته اسم سينك. ولما جاء والتر قال لها ايه رأيك لو ندي الست المشهورة اللي هتيجي تزور البلد لوحة من لوحاتك؟ قالت له لا 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 لا، ايه رأيك لو نديها لوحة من لوحاتك اللي عليها اسم سينك؟ وقعد ينكر. ومارجريت ردت عليه نصيحة، الالوان المائية ما ترسمش بيها على رسمة زيتية لانها بتتقشر، انت كل كلامك كذب في كذب. والتر قال لها انت ازاي بتكذبيني وانت شفتيني وانا برسم؟ مارجريت افتكرت انها ولا مرة شافته بيرسم، وانه كان بيمثل انه بيرسم. والتر اتجنن وقعد يقول لها انا درست في باريس وكنت بقعد بالساعات في متحف اللوفر اتفرج على فن العظماء. مارجريت بصت عليه وقالت له انت اصلا زرت باريس؟ قال لها انا كنت عايز ادرس بس تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وهم قاعدين بيتعشوا والتر بيقول لها الحقيقة اللي انت عرفتيها مش هتغير اي حاجة، وكل حاجة هتفضل زي ما هي، وانا كمان هاخد اللوحات اللي بالاسلوب الجديد وهحط عليها توقيعي. مارجريت ردت عليه قالت له لا ده مستحيل، انا بكره نفسي لاني اديتك العيون الكبيرة. والتر قال لها وطي صوتك والا هضربك، واوعى تفكري تقولي لحد، واذا قلت لحد انا هرفع عليك قضية. ردت عليه انت بتهددني؟ ان شاء الله حتى تخلص عليا، بعد كل اللي عملته علشانك كدبت على بنتي وما عنديش اصحاب وانت بتهددني. والتر اتريق عليها وقال لها سيبك من الكلام الفارغ ده، انا عايزك تعملي لوحة كبيرة هنديها لليونيسف، واللوحة اعتبريها هدية لاطفال العالم. مارجريت بترسم اللوحة الكبيرة، ولما خلصتها نامت قدامها وبنتها شافتها وقالت لها انا مش صغيرة، انا عارفة الحقيقة. اللوحة اتعلقت في مكانها، وكان في ناقد كبير اللوحة مش عاجباه لانها من وجهة نظره ما تستاهلش مكان في اليونيسف. والتر ومارجريت
مارجريت في الحفلة، وفي راجل قال لوالتر تعال شوف الجرايد كاتبة ايه. الناقد كان كاتب كلام وحش عن اللوحة. والتر لما عرف انه الناقد موجود في الحفلة راح عنده وقال له انت عايز ايه؟ الناس حبتها، انت مالكش دعوة، وهجم عليه بالشوكة قدام الناس كلها. بس الناقد وقفه عند حده، وبعد اللي عمله والتر اللوحة اتشالت. والتر كان زعلان ومتضايق وقعد يخبص في الكلام، وقال لها انت اللي شوهتي سمعتي برسمتك. بعدها قعد يولع عود الكبريت ويرمي على مارجريت وبنتها اللي كانوا خايفين، وراحوا اوضه الرسم وقفلوا على نفسهم الباب. بس والتر كان بيولع عود الكبريت ويرميه من خرم الباب، واوضه الرسم فيها مواد سريعه الاشتعال والاوضه هتحترق. بس لحسن الحظ الأوضة ليها باب تاني، خرجوا منه وركبوا العربية وهربوا. مارجريت اعتذرت لبنتها لأنها ما عملتش كده من زمان، واتأسفت إنها ما كانتش الأم اللي تستاهلها، وإحنا هنروح هاواي ونعيش هناك. بعد سنة بنشوف مارجريت وبنتها عايشين في بيت جميل في هاواي. والتر بيكلم مارجريت وبيقول لها لو عايزة تطلقي مفيش مشكلة، بس بشرط تسجلي حقوق الملكية للوح باسمي وترسمي 100 لوحة باسم كين وتبعتيها. مارجريت وافقت. المهم عندها انها تتطلق. مارجريت بدأت تتعرف على الناس وتعلمت منهم انها لازم تطالب بحقها، وعشان كده بعتت لوحات لوالتر بتوقيعها، وراحت الراديو وهيعملوا معاها مقابلة. هل فعلا جوزك اللوحات بتاعته هي الاكتر مبيعا؟ مارجريت جاوبته اولا ده مش جوزي، ثانيا والتر مش رسام. المذيع استغرب، مش هو اللي كان بيرسم لوحات العيون الكبيرة؟ مارجريت كان جوابها هو اتشهر بسببها اخر 10 سنين، بس انا الرسامة الوحيدة في العيلة. بعدها ارتاحت قوي لما قالت الحقيقة. الناس اتفاجئت لما عرفت الحقيقة ما عدا صاحبتها اللي كان عندها شك وكانت عارفة. والتر فكر يعمل ايه بعد الفضيحة. راح عند صاحب الصحفي وخلاه يكتب مقالة يتهم فيها مارجريت انها اتجننت وانها كانت بتغير منه وبتقلده في الرسم. وهنا بنت مارجريت اقنعت امها انها لازم ترفع قضية تطلب حقها. وفي المحكمة مارجريت بتطلب 70 مليون حقها من والتر، وقضية تشهير ضد الجريدة اللي بتدافع عن والتر. وفي البداية القاضي رفض قضية التشهير لأنه مارجريت هي اللي كانت بتقول إن والتر هو اللي كان بيرسم، ومحامي الجريدة ساب والتر ومشي. والتر قال أنا هدافع عن نفسي، وسأل مارجريت قدام القاضي أنت إزاي عايزانا نصدق إن اللوحات دي بتاعتك؟ قالت لهم أنا كنت ضعيفة، أول ما يزعق فيا أعمل اللي هو عايزه، وهو للحقيقة شخصية قوية عندها المقدرة إنها تبيع كل حاجة. انا رغم الاهانات والبهدله وقله القيمه فضلت ساكته عشان بنتي. انت نسيت لما هددتني؟ وقعدوا يتخانقوا قدام القاضي، والقاضي سكتهم وقال لهم انتوا مش في بيتكم. القاضي قال المشكله انه الاتنين ما عندهمش اي دليل، والحل الوحيد اللي يخلينا نعرف الحقيقه انهم يرسموا، وهيديهم ساعه كامله يرسموا فيها قدامه. وهنا بنشوف الثقه اللي كانت باينه على مارجريت والخوف اللي كان على والتر. ولما ابتدوا مارجريت بترسم والتر بيعمل حركات غريبة، والقاضي سأله انت بتعمل كده ليه؟ قال له بستنى الإلهام. القاضي رد عليه قول لي الإلهام بتاعك فاضل 50 دقيقة. وقبل ما يخلص الوقت والتر قعد يمثل انه ايده بتوجعه، ومارجريت كانت بتخلص في رسمتها. مارجريت كسبت القضية. مارجريت لما خرجت من المحكمة كسبت اهم حاجتين، بنتها وفنها. القصة المرة دي ما كانتش من وحي الخيال، دي كانت حقيقة. وادي صورة النصاب اللي مات وحيد وفقير، وادي صورة الفنانة الحقيقية اللي فضلت ترسم كل يوم.